أهلا بكل متابعينا الكرام في كل مكان. معكم نورهان جمال من محافظة الإسماعيلية، ونتابع مع حضراتكم خروج طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى. مساء الخير. مساء الخير. أدى 11590 طالب وطالبة امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم على مستوى 8 إدارات تعليمية. أخبار الامتحان إيه؟ زفت. إيه اللي وحش فيه طيب؟ كل حاجة وحشة. القطعة قد كده، قطعتين 3 قطعتين صح؟ قد كده ومش لاحقين برضه. يعني الوقت مش مكفي؟ لا هو مكفي بس يعني الامتحان وحش. المراقبين بيفتشوا كتير قوي، يعني انتوا بيفتشوا تحت وبيفتشوا فوق ويفتشوا في الحمام. حتى لو انا مالو جيت في واحدة كده انا يعني بيفتشوا كتير، وتروكوا يعني. بجد، وكل شويه ييجوا ويمشوا ويفتشونا ويعملوا بالجهاز، بجد وحشه قوي. لا هو الوقت بتشتغل بطريقة وحشة قوي. بيفتشوكوا بطريقة وحشة. ازاي طريقة كأننا وحشة؟ يعني مهربين مخدرات. المفروض في جهاز بيعملوا فيه، المفروض في جهاز بيعملوا فيه. هما بيفضلوا يمسكوا ويعملوا فيه ايه، مش للدرجات يعني. مش في تفتيش قبل ما تدخلوا اللجنة أصلا؟ بيفتشوا تاني في وسط اللجنة؟ بيفتشوا في الحمام، في كل حتة بيفتشوا. مشكلة في الامتحان القطعة أخدنا وقت طويل فيها، تقريبا هي 3/4 الامتحان. في واحدة جاية سهلة وواحدة جاية صعبة. وقطعتين مش اختياري، الاثنين اجباري. الاثنين اجباري. طيب يعني ايه الحلو في الامتحان وايه الوحش في الامتحان؟ الجرامر كله من منهج، الوحش القطعة جاية وحشة قوي، والترجمة برضو اللي هي بالانجلش وحشة جدا. والإيسي كان حلو قوي، الإيسي كان حلو، أسئلة القصة كانت لفة شوية. كانت لفة شوية، لكن في المجمل حلو. هي بس المشكلة كانت في القطعة. أنهي قطعة فيهم طيب؟ الثانية أكتر من الأولى. القطعة الثانية بتاعت الآثار. في الأقصر، مكان في الأقصر بتاع آثار وكده. لا دي كانت لفة شوية بصراحة، والأولى أنا لفة وقت بس كبير مش قوي. فيها. والأولى لفة بس مش قوي، نقدر نقول إن هي القطعة الثانية كانت في مشكلة فيها. شويتين 3 خدت مننا الوقت كله يعتبر. بالتوفيق يا رب. شكرا. رأيك في الامتحان؟ ونفس النماذج الاستشهادية، بس القطعة وحشة موت. القطعة أنهي قطعة؟ الاثنين وحشين. الاثنين وحشين. لو قلنا نختار قطعة منهم أنهي أفضل من الثانية؟ بتهيألي بتاعت زكي، في واحدة كده مكتوب فيها زكي، دي كويسة شوية، بس الأسئلة هي نفسها النماذج الاستشهادية من عند مثلا عبد الرحمن كمال. الجرامر كله جاي من النماذج الاستشهادية. كانت كويسة في الجرامر كويس. السلام عليكم. أخبار الامتحان إيه؟ الامتحان كان حلو، بس كان في قطعة من القطعتين كانت رخمة صراحة. رخمة فيها تريكات يعني؟ لا، رخمة في الكلام، يعني في هي حاجة أثرية في مصر، يعني وادي الملوك، وفي مكان تاني في مقابر وكده في النوبة، فهو كان عامل مقارنة ما بينهم، وفي كلمات مصطلحات جديدة، والأسئلة رخمة لفة أغلب، يعني في اختيارين مثلا ينفعوا في السؤال، يعني الامتحان كله خلص وفاضل دي. والتفتيش واللجان؟ النهارده ما كانش فيه تفتيش بره، بس ما فتشوش في اللجان. اللجنه ما كانتش سايبه قوي ولا شاده قوي. يعني نقول ان في تضارب ما بين اللجان، في لجان كانت شاده ولجان ما كانتش شاده، لان في زمايلك بيشتكوا من الموضوع. مش عارفه صراحه، بس لجنتني ما كانتش سايبه قوي ولا كانت شاده قوي. بس الامتحان كان محتاج وقت ولا الوقت كان كفايه؟ الوقت كان كافي، انا شايفه الوقت كان كافي. اخبار الامتحان ايه؟ كان حلو، كان نص. كان ايه؟ طب ايه التريكات اللي فيه؟ الأسئلة اللي بدرجتين والقطعة كانت صعبة؟ بكل متابعينا الكرام في كل مكان، معاكم نورهان جمال من محافظة الإسماعيلية، وبنتابع مع حضراتكم خروج طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى. النهاردة أو اليوم أدى 11590 طالب وطالبة على مستوى 8 إدارات تعليمية امتحان اللغة الأجنبية الأولى. أنا معايا تصريح. اخبار الامتحان ايه؟ حلو. يعني بالنسبه للقطع ايه، كانوا الناس بتشتكي، هل كويسه؟ لا كان كويس. كانت حلوه.